السلام عليكم، يلا نعمل مع بعض الحواوشي الجميل ده. هجيب معايا نص كيلو لحمة مفرومة، فيها نسبة دهن، وشطة حمراء وقرن فلفل أخضر، وبصلتين متوسطين. بضرب كل الكلام ده في الكبة لحد ما تكون بالشكل ده. بضيفها طبعا على اللحمة. بعد كده بنضيف رشة ملح، ورشة فلفل أسمر، معلقة توابل حواوشي لو ما عندكيش عادي. انا ما بحبش اكتر التوابل في الحواوشي عشان طعم اللحمة يكون ظاهر. بعد كده بعمل لهم ميكس كويس جدا. نسيت اقولك ان انتي ممكن تضيفي خضرة متقطعة، كزبرة مثلا، وتخلطيها بس تقطعها حاجات صغيرة قوي، وتقلبيها معاهم لحد ما يبقى بالشكل ده. لو مش عايزة تضيفي، انا ما بحبش اضيفها، فبتبقى بالشكل ده. بجهز بقى العيش، بكون قصاه بالشكل ده وبحط فيه قطعة اللحمة وافردها كويس جدا، بطريقة متساوية، واشيل اي زيادة وبس. وبكون مجهزة بقى حالا صينية، بحط فيها قطعة ليا او حتة دهن، بحط فيها برضو شوية زيت، واحط فيها حالا اللحمة بالعيش بالشكل ده. طبعا بكون عملت كل الكمية بنفس الشكل اللي قلتلكوا عليه، وحالا برش بقى على وشها زيت، وبدهنه بفرشة او بايدك عادي كده. المهم الزيت يوصل على الرغيف من فوق كويس جدا. طبعا بكون مشغلة الفرن على درجة 180، وبحط الصينية على الشبكة لحد ما الاقيها خدت وش من تحت، اقوم قلبها على الوش التاني، الرغيف يعني اقلبه على الوش التاني لحد ما يكون اللون ذهبي من الوشين. بطلعه على كده بس، وبيكون كده معاكي احلى حواوشي. بتقدميه طبعا بقى مع الطحينة والمخلل، وبألف هنا.